السلام عليكم حبايب، شلونكم أخباركم؟ عساكم بخير يا رب. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. رمضان كريم. اللهم يرحم أمي وأبويا ويغفر لهم ويسامحهم يا رب. ورجعت لكم فلوق جديد وإن شاء الله يعجبكم. هو مو فلوق، فيديو جديد. روتين، هاي روتيني يوم الخميس العصر. نظفت الحياطين، نظفت القاع، أني غاسلة البردات قبلها. يعني خففت علي يومي أشتغل فد شي، والحمد لله والشكر خلصنا، وما خليت يعني كلها نظفتها. نظفت الصالات والصالة الصغيرة وذيج الصالة اللوخ والغرف. أني صورت هيجي لقطات شوية لأن جنت أشتغل وهاي أريد أخلص على السريع. كان شوية همين الجو بارد، والحمد لله غسلناهن وجلفت الحياطين والشبابيك ما خليت. هاي هنايا فرش الذني لأن يعني مو الجو بارد كلش، فنفرش بديل السجاد، يعني بديل الزوالي نفرش. هذني خفيفات وهمينه حلوات. هاي فرشة البيت كله فرشته، هذا كله يوم الخميس. بقى ذني البوب همينه خليته شوية قاصر بالوصلة وزاهي، وعصرتها قوي ومسحت البوب كلهن من التراب، طيتن لمعة. وهاي يوم الجمعة الصبح تسوقنا، جبنا شو اسمه اللحم مال رمضان قلنا الأشياء المعتازة النقص عندي. وهذا السمك، لا السمك نتغدى بيه إن شاء الله، هو يوم الجمعة سمك جبنة. هذا السمك كلش طيب الأحمر. وهذا هنايا اللحم طيته يعني قطعته هيجي صغار صغار على قد اللي أريده القطعة، وخليته بالهاي الصينية يجمد، وبعدين أخليه بالأكياسة وأسوي حسب الطبخات اللي أني أريدها. وهذا السمك هم نظفته وغسلته وأتبله وأعوفه على صفحة. السمك طيب هذا، بس هذاك التونة مو هالقد، بس هذا الأحمر لا كلش طيب. بس التونة، هذا السمك التونة مو طيب. هاي هنا جابوا رقي، وتعي فتحيلنا إياها دا نشوفها حمرا لو لا. طلعت هي ما شاء الله لونها هو هيج، بس الطعم مالتها كلش حلوة زينة، يعني هي مو حمرا طوخ بس طيبة. فتحتها وقلتلهم يلا كلوها. هاي هنا أنا جايبة أغراض الطرشي صارلي تقريبا يمكن أسبوع، فأتعاجز أسويه. حتى اللهانة طلعت منها سويت زلاطة، بس أني مسوية طرشي عندي، بس راح أسوي مرة ثانية. قلت خلي أشاركه وياكم. الطرشي الأحمر كلش طيب. هنا لازم الشوندر والشلغام أغسلهن وأقشرهن، وأخلي شو اسمه لهانة وجزر، والخيار عندي من عنده بس قلت أسوي شي بسيط. هاي هنا أقشر الشلغم. الشلغم شوية مو هالقد، جبت قليل من عنده. قشرته كله. أني أشيل من عند القشر الزايد، قولوا ليش، لأن شو اسمه القشر ماله تعبان، مو لأن باقي شلون يعني، مو تقولين يعني بعد فرش. انتو حسب شلون تريدوها التقطيعة تقطعوها شلون ما واحد يعجبه. طبعا هو هذا الطرشي أحسن من طرشي الخيار. الخيار راح نخلي له خل
بس هذا الترشي صحي وبيه شوندر، يعني حتى المي ماله صحي. هاي اللهانة همينة قطعتها، واحد يسوي يعني تقريبا دبة صار وشوية، والجزر همين أنا أحب الجزر وياه. هاي هنايا ما أدري خبطت. خليت السمك صار بالمونتاج غلط، خليت الملح عليه وانطيته تقليبة زينة، وأخليه بهاي العلبة. خليت ملح وخليته بهاي العلبة وراح أضيف له مي وبس. ما يراد له شي، سهل وبسيط، بس أهم شي من تضيفوا له المي خلوا له خاشوقة خل، خاشوقة مال أكل، حتى لا يصير بيه أول شي العفونة باعوا تخلوا له جيس، حتى لا يفوت له هوا، حتى لا يصير بيه عفونة. وهذا همينه شو اسمه الخيار، بس تفتحوها من النص وتخلوا لها ملح وتخلوه 3 أيام، وبعدين تحشوه ثوم وكرفس وتخلوا له خل، وهاي خلاص الطرشي سهل ترى. خليت هنا بابريكا وفلفل حار وملح، وخليت فول الصايا تتبيلة السمك. هاي نفتح السمكات حتى يطب بيهن التتبيلة. هذا الأحمر راح أشويه والباقيات أقليهن. وهذا غدانا يوم الجمعة، وسهمنا وسهمكم العافية، ولا تنسونا اللايك والاشتراك والتعليق الحلو. مع السلامة.